لقد مرت أيام ثلاثة ولا يزال محمد وأتباعه في مكة. لابد وأن محمدا قد نقض العهد وقرر البقاء. لا، واللات والعزى، ما عهدنا محمدا كذابا. سأذهب إليه في الصباح وأتحدث معه في شأن رحيله. وأنا معك يا سهيل، إن كان صادقا فليخرج، وكفانا منه ما رأيناه، وإن كان كذوبا فالويل له. لم لم تخرج من أرضنا يا محمد؟ لقد مضت 3 ليال ولم ترحل بعد. كذبت، ليس بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا يخرج رسول الله. هدأ رسول الله من روع سعد وأمره أن يصمت، ثم أمر بالرحيل من مكة. وقد التزم رسول الله بشروط قريش لدخوله مكة، فدخلها بدون سلاح، ولم يمكث بها فوق 3 ليال. ومن غيره يحافظ على العهود إذن؟ من غيرك يا حبيبي يا رسول الله؟ وعاد نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يتوقف عن إرسال البعثات لدعوة الناس إلى الإسلام، فيرسل بعثة لهدي بني سليم. وفي هذه البعثة نرى ما لقاه المسلمون من عذاب أثناء دعوة المشركين إلى الإسلام. وقد كان من بين المسلمين رجال دخلوا الإسلام نفاقا ورياء، يجلس عمرو بن العاص مع بعض المشركين فيسألهم ويقول: كيف أنا فيكم؟ سيد شريف، ورأيك رشيد وسديد. يقول عمرو: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا. قل يا عمرو، نثق في رأيك ونعمل به. يقول عمرو: إني أرى أن نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن انتصر محمد ودينه المزعوم نكون عند النجاشي وتحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن انتصرت قريش فنحن أول من قد يعرف. هذا هو الرأي. نعم الرأي يا عمرو. نعم الرأي. يقول عمرو بن العاص: إذن فلنجمع ما نهديه له.
أحسنتم يا رفاق، فإن لي عند النجاشي معزة ليست بالقليلة، وهو يتخذني صديقا مقربا. فهيا بنا إليه نأمن به من محمد الذي دخل مكة معتمرا بأصحابه رغم أنف أسيادها، وخرج منها وتركنا مكسورين مهزومين.